سلمت 11 حافلة جديدة مخصصة لنقل المسافرين على مستوى مقر حظيرة المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري بولاية سوغهراس، وذلك ضمن جهود تعويض الخسائر الناجمة عن الحادث المؤسف الذي وقع أول أمس وأدى إلى احتراق 7 حافلات تابعة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري بالولاية. التغطية كانت للزميل حسن طرابلسي. احنا نشكر جزيل الشكر السيد وزير النقل السيد سعيد سعيود على الالتفاته الطيبه والحرص تاعو الشديد والمتابعه من الدقيقه الاولى التي نشب فيها الحريق ويتابع معنا، وكان طمأني يوم امس على انه راح يجلب حافلات الى الولايه، والشيء راكم تشوفوا فيه اليوم 11 حافله. تدعيم المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري ب 11 حافلة من نوع أوتوبيس، حافلات يعني بحجم كبير، وهذا من أجل يعني التغطية الشاملة لشبكة النقل الحضري الغلة من طرف المؤسسة. أنا طلب منا السيد الوزير أمس بأنه الحافلات، وقالها بالحرف الواحد أنه الحافلات نتاع الجمعية لازم يباتوا غدوة في سوق هراس، ما تقعدش بلا حافلات. أعطينا أوامر لوحدة قسنطينة باش تكون الأمر بسرعة أكثر، ما جبناش من الجزائر. احنا تحرقوا 7 حافلات في سوق هراس، اليوم عندكم 11 حافلة، وهذا يعني تجديد لما قلت أنه الجزائر منتصرة. نشكر السيد الوزير على هذه الالتفاتة الطيبة، نشكر ثاني الوفد المرافق له من الوزارة، نشكرهم جزيل الشكر اللي اتخذوا إجراءات يعني في 24 ساعة، وبعثوا لنا إن شاء الله. نحن تحرق لنا 7 حافلات، الحمد لله بعثوا لنا 10 حافلات 11 حافلة، يعني مشكورين جزيل الشكر.